فيها يا فندم؟ مفيش حاجه في السويس خالص، مفيش حاجه اطلاقا، ده حادث عرضي. احنا عندنا مبنى الحمايه الوطنيه في مبنى الحمايه المدنيه في السويس كان تعرض لبعض الاتلافات وبيجري ترميمه ومسند اعماله الى مقاول. المقاول ده بيقوم بنقل كميات نقلات من الرمل والزلط. حضرتك تعلمي ان منطقه السويس منطقه حروب قديمه، ومعتاد جدا جدا العثور على بعض الاجسام من مخلفات الحروب في هذه المناطق. وبعد نقل كميه من الرمال والزلط لتشوينها لاتمام اجراءات الترميم، الغفير النظام المعين على المبنى عبث باحد الاجسام التي عثر عليه داخل احدى النقلات التي تم تفريغها، فانفجر فيه واحدث به اصابات بسيطه. انتقلت خبراء الحمايه المدنيه وقاموا باستخدام الاجهزه الفنيه والمجسات وفحصوا كل الاكوام اللي موجوده من الرمال والزلط وفحصوا محيط المنطقه. طب بس يا سياده اللي هو محافظ السويس كان بيقول لي في جسم تاني برضه هم مشتبهين فيه موجود في الجنينه اللي قدام المبنى، يعني ما اعرفش بقى دي حاجه تانيه غير حموله الرمله اللي كان فيها الجسم الاولاني؟ باكد لحضرتك ان ما انفجر هو جسم من مخلفات الحروب القديمه، ولم يعثر على اي اجسام او اي عبوات ناسفه اخرى في محيط المبنى، والامور الحمد لله. حتى اصابه الغفير الخصوصي محمد اصابه الحمد لله طفيفه، وان شاء الله احنا بنتابع اسعافاته والامور، وهو حادث عرضي ليس له علاقه باي شق جنائي. عظيم، شكرا على التوضيح وعلى وجود حضرتك معانا سياده اللواء عبد الفتاح عثمان، شكرا جزيلا.